السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ليالي رمضان مع عين رعد. أول ما بنقول صيام بيجي في بالنا على طول رمضان، بس الحقيقة إن مصر القديمة عرف الصيام من قبل ما الديانات السماوية تنزل والصيام يتفرض بالشكل اللي احنا عايشينه دلوقتي. يلا بينا نرجع بالزمن شوية ونتعرف على حكاية يوم كان مهم جدا عند المصري القديم، وهو 11 بشمس. يوم 11 بشمس، ده كان معروف عند الفلاحين إن هو شهر الحصاد، بس اليوم ده ما كانش مجرد يوم للشغل وللزراعة بس، لأ كان مرتبط بعادات دينية خاصة وهي الصيام. طبعا المعلومة دي وصلت لنا من المؤرخ مانوتو السمنوتي اللي كتب في التاريخ المصري، وكذلك كتب نصوص عن حكايات الناس وطقوسهم وعاداتهم الدينية. النصوص دي اللي كتبها مانوتون دي ما كانتش كتب رسمية، لا ده كان تراث بيتحفظ في الصدور وبيتنقل من كاهن لكاهن لحد ما وصل لنا جزء منه النهارده. ومن خلاله بنعرف إن المصري القديم كان بيصوم اليوم ده من أول الفجر لحد غروب الشمس، كان بيصوم شكر لله. والصيام عنده ارتبط بالحياة وبالدين وبالزراعة، وكان يعتبر جزء من دورة الحياة نفسها. بس الأكيد والمعلومة اللي احنا لازم نعرفها إن الصيام عند المصري القديم مقتصرش على اليوم ده بس، لأ كان في صيام للكهنة وفي صيام لعامة الشعب عادي وفي صيام لكل الناس. بس الصيام في أوقات معينة، امتناع عن طعام معين، عن شراب معين، عدد ساعات محددة في اليوم. بس اليوم ده اللي احنا خصصناه بالذكر لأنه كان اليوم ده بيعتبر فيه صيام من أول الفجر لحد غروب الشمس. ومن هنا نقدر نقول إنه من آلاف السنين وقبل ما الصيام يتفرض بالشكل اللي احنا عارفينه النهارده، هو كان موجود كطقس ديني رغم اختلاف الأديان وتغير الأزمنة، إلا إن هو الفكرة بتفضل واحدة. وعشان كده احنا يمكن دايما بنحس إن الصيام مش غريب عننا، لا ده كان من جزر في الأرض وفي تاريخ الناس اللي عاشت عليه.